ديال 7 اكتوبر ان شاء الله غادي تفرز جوج ديال الاحزاب وغيكون حزب هو اللي غيفوز بالانتخابات تيحكم، هو اللي غيشكل الحكومه، وغيكون الحزب الثاني معارض. هاد جوج الاحزاب وهما الحزب اللي تنتمي ليه انا الا وهو العصاره والمعاصره، والحزب الاخر هو حزب العداله والتنميه. هذه حاجه مزيانه بالنسبه لنا المغرب وبالنسبه للمسلسل ديالنا ديال الديمقراطه، بحيث كانوا حتى 2011 يعني مؤخرا كانوا 4 5 الاحزاب اللي كانوا تيبقاو والناس تيبقاو يقولوا يا ترى شكون اللي غادي ينجح. اليوم لاول مره غادي يكونوا جوج ديال الاحزاب، وهذا الشيء ان شاء الله غادي يخلي ان شاء الله اتوقع غيخلي دائما هاد الاحزاب والقطب اللي يجمعوا حولهم هما اللي دائما تيراهنوا على قياده الحكومه في المستقبل. كاين عندي جوج ديال الفئات ديال المحبين ولا المتعاطفين ولا الناس اللي ناويين يصوتوا ان شاء الله معايا هذا العام. عندي الناس اللي بغاو الجرار وانا لاول مره غنترشح فيه عندهم هنايا في قنيطره. وكاين عاوتاني فئه اخرى ديال الناس اللي متعاطفين معايا، تعرفوني من صغري، تعرفوا الوالد ديالي، العائله ديالي، اللي غيتعاطفوا معايا. انا تنظن ما عنديش فكر على شكون اللي اكثر، ولكن كاين هذا النوع. وكاين نوع ثالث ان شاء الله ديال الناس من اللي كانوا تيتعاطفوا مع احزاب اخرى، اللي عوان ان شاء الله نقنعهم باش يصوتوا مع الجرار بالنسبه ان شاء الله لنهار الجمعه. لازم نوضح ان هادو الانتخابات ديال نهار الجمعه ان شاء الله انتخابات تشريعيه. فهاد الانتخابات التشريعيه عاده الهم ديالها تطلع برلماني اللي الهم ديالهم هو التشريع ومراقبه الحكومه او لا الحكومه، يعني اما تيكونوا اغلبيه وتيحكموا وتيشكلوا وزاره يعني حكومه، يا اما اذا كانوا في المعارضه تيراقبوا وتيطعنوا في الحكومه. الامر اللي تكلمتي عليه هو اكثر من اختصاص رئيس البلديه والمنتخب داخل البلديه ولا الجماعه. فانا كبرلماني يمكن لي، وهذو من الاليات اللي عاطيني القانون، يمكن لي ندافع، يمكن لي نجعل سورتو الا كنت انا من الحكومه يعني كنت من الاغلبيه الحاكمه، يمكن لي نجعل مثلا الحكومه تتحرك في هذه الجهه. بزاف ديال المسائل يمكن لي انا نقوم بهم، ولكن ماشي بحال رئيس بلديه اللي عنده الميزانيه مخصصه لهذه المسائل.